جاهز، خليك مسكن. تخيل نفسك واقفا في اجتماع أو قاعدا وسط أصحابك وبتتكلم بس مفيش حد مهتم، العيون تايهة والردود باردة. وفجأة واحد تاني يبدأ يتكلم وكل الناس تسكت وتسمع له كأنه أهم واحد في المكان. ساعتها تسأل نفسك ليه؟ إيه اللي عنده ومش عندي؟ هو الناس بتتولد بهيبة جاهزة؟ ولا في سر يخلي أي حد لما يتكلم الكل يسمع له باهتمام؟ في الفيديو ده هقولك على سر خطير، سر بيستخدمه أقوى المتحدثين في العالم، سر الهيبة في الكلام، وإزاي تخلي أي مكان تدخله الناس تركز عليك وتحترمك من غير ما ترفع صوتك ولا تكرر كلامك. خليني أبدأك بحاجة بسيطة. أكيد قابلت حد قبل كده كلامه عادي، لا شاعر ولا خطيب، بس أول ما يتكلم تلاقي نفسك مركز معاه ومش قادر تبص في أي اتجاه تاني. ناس كتير عندها السر ده، وهو إنهم ما بيبدأوش كلامهم بسرعة، هما بيلعبوا على أهم لحظة، لحظة الصمت قبل الكلام. أيوة، الصمت مش ضعف، الصمت قوة. لما تسكت ثانيتين قبل ما تتكلم انت كده بتشد انتباه اللي قدامك من غير ما تعمل أي مجهود، بتخلي عقله يقول هو مستني ليه؟ هيقول إيه؟ نفس اللي بيحصل في الأفلام قبل لقطة قوية، الموسيقى تهدى، الكاميرا تقرب والمشهد يسكت، وبعدها تحصل المفاجأة. ده مش صدفة، ده علم. والقادة الكبار عمرهم ما بيجروا في الكلام، دايما يسيبوا لحظة صمت قبل الجملة المهمة يخلوك مستني مركز مستعد. جرب تعملها قبل ما تبدأ كلامك. خليك ثابت، خد نفس، بص للناس واسكت ثانيتين، هتتفاجئ قد ايه اللي حواليك هيبقوا منتبهين لك. بس اسمع، الهيبة مش صمت وبس، في سلاح تاني مهم جدا، الخطافات أو الحلقات المفتوحة. عقلنا بيكره الحاجات اللي ملهاش نهاية. لو قلت لحد في غلطة واحدة 90% من الناس بيعملوها وبتخليهم ضعاف في أي حوار، وسكت، اللي قدامك هيتجنن يعرف الغلطة إيه. المتحدث الشاطر ما يقولش الإجابة بسرعة، يسيب الفضول يشتغل لصالحه. نروح بقى للسلاح اللي بعده، نبرة الصوت وإيقاع الكلام. الكلام لوحده مش كفاية، القوة الحقيقة في طريقة الكلام. المتكلم اللي صوته ماشي على وتيرة واحدة ممل، لكن اللي يبطأ، يسرع، يعلي صوته، يوطيه، يقف ثانيان في مكان صح، ده اللي يمسك المستمع من غير ما يحس. وكل خطيب شاطر عارف إمتى يهدي وإمتى يشعل الحماس. ده مش صدفة، ده أسلوب مدروس. ندخل على عنصر مهم جدا، لغة الجسد. لو بتتكلم وإيدك بتتهز أو عينيك مش ثابتة أو واقف كأنك عايز تصغر نفسك، هيبتك بتقع مهما كانت كلماتك قوية. لغة الجسد لازم تبقى هادية وواثقة، ظهر مستقيم، حركة بسيطة، نظرة ثابتة، لأن الناس بتسمع جسمك قبل ما تسمع صوتك. وأهم شيء، ابعد عن الكلمات اللي بتبوظ الهيبة، زي لو محتاج توقف، اسكت. الصمت دايما أقوى من الحشو. تعال بقى للجزء العملي. في أول مرة تتكلم فيها قدام ناس، اعمل كده، اسكت ثانيتين قبل أول كلمة، ابدأ بسؤال غريب أو جملة مثيرة، خلي جسمك ثابت وهادي وواثق، غير نبرة صوتك حسب الفكرة، بطأ للتشويق، أسرع للحماس، استخدم توقفات قصيرة في أماكن مهمة، شيل أي تردد من كلامك. هتلاقي الناس بتسمعك بشكل مختلف تماما، هتحس إنك مسيطر من غير ما تتصنع، من غير ما تعلي صوتك. وقبل ما نختم، لازم تعرف حاجة مهمة جدا، الهيبة مش إنك تتكلم كتير، الهيبة إن الناس تبقى مستنية تسمعك لما تتكلم. الموضوع مش كمية كلام، الموضوع طريقة، أسلوب، نبرة، هدوء وثقة. ومع الوقت ومع التمرين هتلاقي نظرة الناس ليك بتتغير، وتأثيرك في أي مكان بيعلى، وهيبتك بتبان من غير ما تعمل أي مجهود. جاهز تبدأ؟ ما تستناش، جرب الأساليب دي في أول موقف وشوف الفرق بنفسك.